محتاره في حشوه السمبوسه والقطايف والجلاش وحتى صينيه المكرونه. ايه رايك ان انا النهارده هعمل لك 4 وصفات ل4 حشوات تقدري تستخدميهم وكمان تحتفظي بيهم في الفريزر مده لا تقل عن شهر. تابعوا معايا الفيديو للاخر، ولو شايفين ان انا بقدم لكم محتوى هادف شجعوني بلايك كتير ونبدا مع بعض ونقول بسم الله. اول حشوه معانا او اول طريقه معانا، هتجيبي فصين من الثوم، ملح وفلفل اسود وكمان 7 بهارات، وكمان هنضيف عليهم الكاري. هتضيفي كمان عليهم معلقه كبيره من الزبادي ومعلقتين كبار من الزيت، وليمونه تكون عندك كبيره كده شويه علشان تديها مزازه حلوه. هتقلبي كل المكونات دي مع بعض، ولاحظوا معايا ان الكميه اللي احنا هنعملها النهارده ديت هتقضي بس لقطعتين من صدور الفراخ. في الوقت دوت احنا هنكون محضرين جزرايه كبيره شويه وقطعتين صدور الفراخ زي ما قلت لكم، او ممكن كمان تستخدموا وراك مخليه مفيش مشكله. هتضربيهم لحد لما الجزر مع الصدور تكون شكلها مفروم بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. هتضيفي الكميه كلها على التتبيله اللي احنا عملناها، وفي الوقت دوت هتقلبيهم وتلخبطيهم مع بعض كده لحد لما تختفي خالص التتبيله مع الجزر وصدور الفراخ. وزي ما قلت لكم المقادير بتاعتنا دي على قد القطعتين دول بس، حابه تزودي في المقادير زودي الكميه زي ما انت عايزه. هتكوني محضره طاسه تكون سخنه جدا على النار، فيها معلقتين كبار من الزيت، ولازم هنا تتاكدي ان الزيت سخن جدا جدا، لان انا عايزاكي لما تضيفي الكميه كلها ما تفقدش السوائل اللي فيها. بعد ما تاخد تقليبتين وتحسي ان هي يعني لونها غير كده شويه، هتكوني في الوقت ده محضره بصلايه تكون كبيره شويه متقطعه بالشكل ده، وتقليبه في التانيه البصلايه تدبل. هتضيفي بقى مكون حلو جدا هيديها طعم مميز، هو المخلل الخيار. هتكوني مقطعاه صغير بالشكل ده، او حتى ممكن لو عندك مخلل زيتون برضو بتبقى حلوه قوي، او لو مش عايزه تضيفي اي مخللات فديت حاجه ترجع لك. علبك بقى الحلوه وتروحي ضيفاها في العلبه وتحتفظي بيها في الفريزر. تعالوا ندخل على الوصفه التانيه. معلقتين كبار برضو من الزيت، عليهم بصلايه كبيره شويه متقطعه بالشكل ده، فلفل اسود و7 بهارات او بهارات اللحمه. كمان هنضيف عليهم معلقه صغيره من الكزبره ومعلقه صغيره خالص من الثوم المهروس. هتقلبي كل الكلام ده مع بعض لحد لما تشمي هنا ريحه تحميصه الثوم شويه. هتكوني محضره شويه من الخضروات، منهم الجزر والبسله وكمان الذره، وتقلبي تقليبتين. ممكن طبعا هنا تضيفي اي خضار انت بتحبيه بس يكون متقطع بالشكل الصغير علشان ينفع للحشوه لما نيجي نحشي. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنضيف ربع كوبايه من الميه ونقلب تقليبتين، نسيبهم على النار لحد لما تتشرب كده الميه اللي احنا ضفناها. في الوقت ده هتكوني محضره بطاطسايه متوسطه مقطعاها بالشكل ده، وكمان سلقاها 3/4 تسويه. تقليبه في التانية، وكده عندك حشوة خضروات مميزة جدا وطعمها حلو جدا يا جماعة. علبك الحلوة وتروحي لتالت وصفة معانا. تالت وصفة سهلة جدا وكلنا بنعملها. ايه هي بقى؟ هتجيبي معلقة من حبة البركة، عليهم النعناع الجاف ورشة ملح بسيطة، معلقتين من الزيت، وكمان هتضيفي الزيتون، وكمان لو عندك بقى ميكس جبن، عندك جبنه موتزاريلا زي ما انا ضفت، عايزه تضيفي جبنه رومي على جبنه موتزاريلا على جبنه شيدر، كل الجبن اللي في التلاجة اللي انت بتحبيها اعمليها وضيفيها وقلبيهم كلهم كده مع بعض. هتعملي احلى حشوه بالجبن طعمها فوق الرائع. النعناع هنا بيديها طعم حلو جدا يا جماعه. تعالوا نروح بقى للوصفه اللي كلنا على طول بنعملها، وهي حشوه اللحمه المفرومه او عصاج اللحمه المفرومه. هتضيفي معلقتين من الزيت، برضو عليهم معلقه من الزبده، ومعايا اقل من ربع كيلو لحمه مفرومه، بس احنا هنضاعف الكميه دي دلوقتي وهقول لكم ازاي. اول لما الزبده والزيت يسخنوا هتنزلي باللحمه علشان تاخد صدمه، وبعدين هتضيفي الكبيبه الصيني والفلفل الاسود، ملح مش كتير، وكمان هتفضلي تقلبي لحد لما لون اللحمه هنا معايا يغير وتبقى معاكي بالشكل ده. تعتبر الطريقه دي من افضل الطرق لتعصيج اللحمه، بتدي طعم مميز جدا. هتكوني محضره بصلايه كبيره شويه مقطعاها بالشكل ده، وتقليبه في التانية، وعليهم كمان جزرايه مبشوره تكون كبيره. الجزر والبصل هنا هيزودوا ويضاعفوا حجم اللحمه المفرومه معانا. تقليبتين لحد لما البصلايه تدبل وتشم الريحه الحلوه دي، وهتكون معاكي احلى حشوه لتعصيجه لحمه دي. بقى احشوا بيها بقى اي حاجه انتوا عايزينها، اي حاجه قدامك احشي بيها اللحمه المفرومه او الخضار او ميكس الجبن او حتى الفراخ اللي احنا عملناها في الاول. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو شايفه ان نشوتك حبيبتك بتقدم لك محتوى هادف، شجعيها بلايك كتير وشير كتير وقولي لها تسلم ايدك يا نشوتي، بحبكم قد كده اهو. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.